السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن 2 من النساء اللي اتذكروا في القرآن. ناحية جانب كويس قوي وجانب كان سيء جدا. الجانب الكويس قوي كانت ستنا سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، هي الزوجة ليه الأولى اللي هي كانت أم إسحاق اللي هو أنجب يعقوب بعد كده، وطبعا كانت في من ذريتهم نبوة كتير. كانت سيدة جميلة جدا، كانت من أجمل نساء الأرض بعد ستنا حواء. حتى لما كبرت في السن وبقت عجوزة كانت جميلة جدا، لدرجة إن أحد فراعنة مصر لما شافها طمع فيها وخدها من سيدنا إبراهيم بالعافية بالقوة وحبسها في قصره، وكان المقصود منه إنه هو يعتدي عليها. فهي دعت عليه وقالت يا رب نجيني منه، فربنا سبحانه وتعالى استجاب لها. فكان كل الفرعون دوت لما يجي يحاول ان هو يقرب منها كان يحصل له شلل، فطبعا عمل كده كذا مرة كذا محاولات، فكل مرة يحصل له شلل فخاف منها، فوهب ليها أميرة كان خدها من ناس من المماليك واداها لها عشان تخدمها. الأميرة دي كانت ستنا هاجر اللي هي بعد كده بقت زوجة سيدنا إبراهيم التانية. طبعا هو أطلق سراحهم وطبعا رجعوا لسيدنا إبراهيم وعاشوا مع بعض. دي كانت فكرة أو نبذة عن ستنا سارة. احنا مرة قبل كده اتكلمنا عن حمالة الحطب. حمالة الحطب دي اللي هي كانت كافرة وكانت امرأة أبو لهب. النهاردة هنقول موقف عنها، موقف حصل منها لما نزلت السورة بتاعت حمالة الحطب، سورة المسد اللي هي تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هي بقى دي الست دي طبعا كده القرآن بيهجوها ان هي كمان هتخش النار، فهي اتضايقت جدا واتغاظت جدا وقالت بقى عن سيدنا محمد هو بيهجوني، طب انا هروح اضربه بالطوب واضربه على دماغه بالحجر يعني. فكان هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان جالس مع سيدنا ابو بكر. راحت مرات ابو لهب وهي غضبانة وعايزة بقى تضرب بقى الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجر. لما قربت من المكان قوي اللي هم قاعدين فيه ما شافتش سيدنا محمد، ربنا سبحانه وتعالى أصابها بالعمى فما شافتش سيدنا محمد وهو قاعد جنب سيدنا أبو بكر. وقالت له هو فين صاحبك؟ فين صاحبك ده اللي عمال بيهجوني؟ ده أنا لو شفته هضربه بالحجر. فسيدنا أبو بكر اتعجب جدا. فلما هي مشيت لأن هي ما شافتهوش سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هي مش شايفك؟ قال له لا، لقد أخذ الله بصرها عني، ربنا خد منها البصر ما خلاهاش تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عايزين نقول بقى حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن 3 نساء ما بيحبهمش النبي عليه الصلاة والسلام. مين هم النساء اللي ما بيحبهمش النبي عليه الصلاة والسلام؟ السالقة والحالقة والشاقة. مين السالقة؟ اللي بترفع صوتها عند المصيبة، الستات اللي بتقعد تصوت لو في أي حاجة مشكلة حصلت وكلام من ده. والحالقة اللي بتحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة اللي بتشق ثيابها عند المصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. عايزين إن شاء الله نكون من النساء اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بيحبهم. يعني لما يكون هو ما بيحبش دول يبقى بيحب عكسهم. الست اللي صوتها بيعلى يبقى محدش يعلي صوته، الست اللي بتحلق شعرها يبقى محدش يحلق شعره، أو برضو اللي بتشق الجيوب، لأن الواحد هيعمل إيه؟ ما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن. أيا كان الموقف اللي بيحصل للبني آدم فهي بإرادة الله سبحانه وتعالى. فأي فعل مش كويس بيدل على أن البني آدم كأنه مش موافق بإرادة الله، فهذا يعني نوع مش مستحب أبدا البني آدم يعمل كده. علينا الرضا بما أراده الله عشان ربنا يرضى عنا وفي نفس الوقت يحبنا والرسول كمان يحبنا. يا رب يحبنا ربنا ويحبنا الرسول. سلام عليكم.